أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في بودكاست رمضان الحضارة. إليكم ما هو مفيد في شهر رمضان المبارك عن العتق من النار. العتق من النار نجاة من النار وفوز بالجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوافي الله عبدا يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الإخلاص في عمل المسلم وقوة عزيمته وقول لا إله إلا الله في رمضان فرصة للعتق من النار، وعلينا أن نجيد العزم ونقبل على الطاعة، فلنعلم أن من حرمه الله على النار نجا، فهذه من أعظم المكتسبات للعبد. ندعو الله أن نكون صادقين النية في الطاعة وعمل الخير ويقبل منا في هذه الأيام الفضيلة. دمتم بخير وإلى لقاء آخر. فوزير بودكاست رمضان الحضارة، أجب واربح. من هو النبي الذي غرق ابنه في الطوفان؟